هذا هو خبز الصاج على أصوله. تعالوا بعلمكم كيف تسووه في البيت بثلاث مكونات فقط بطريقة سهلة، وإيش بديل صاج الخبز إذا مش متواجد عندكم. شوف الفيديو للنهاية، قبل ما تشوف الفيديو لايك ومشاركة، وخلونا نبدأ. طحين، ماء دافي، ملح، وأعجنها 20 دقيقة. أهم حاجة إنه الطحين ينعجن تمام. طبعا عجنتها 20 دقيقة بالضبط. ألم العجينة، لما تجي تلموها تشوف الفقاعات بدأت تطلع في الوجه. هنا العجينة مضبوطة معكم 100%. أغطي عليها وأخليها ترتاح 10 دقائق بالضبط. وبالنسبة للخبز عندي الطاوة هذه، طبعا الطاوة هذه أنا مخصصها لخبز الصاج فقط. كيف نسوي؟ نقلبها بالشكل هذا ونخليها تسخن على نار هادئة جدا. طبعا لما تشتروها جديدة تكون فيها طبقة قشرة، تسخنوها برضه وتخلوها لما تتقشر لحالها وبعدين تخبزوا عليها. طبعا هذه الصاجات التي يخبزوا فوقها بس تكون بأحجام أكبر. وبعد ما ارتاحت معنا العجينة 10 دقائق بالضبط، بقسمها إلى 4 قطع بالتساوي بالشكل هذا. أخلي الثلاث على جنب وأغطي عليهم علشان ما ينشف. وهذه ألمها. شوفوا لي ما شاء الله على العجينة. هذه الفقاعات اللي أقول لكم عليها، كل ما ارتاحت معاكم أكثر كل ما طلعت معاكم الفقاعات بالشكل هذا. وكل قطعة أقطعها 4 قطع بهذا الشكل. شوفوا لي كيف. لو أخليها ترتاح 24 ساعة ثانية وفي 3 أو 4 خطوات أكمل في العجينة، بتصلح معي عجينة البيتزا النابولي. إذا تشترون أصلحها لكم اكتبوا لي في التعليقات. بعد ما قطعتهم أرشهم شوية طحين، وبعد ما رشيتهم بالطحين أخلطهم تمام حتى يتغطوا بالطحين. وهنا نبدأ بأول قطعة كورناها، أو علشان نضمن إنه العجينة تكون معنا مضبوطة بغطيها ترتاح لمدة 10 دقائق. وبعد 10 دقائق ببدأ بأول قطعة أرشها طحين من الجهتين وأبدأ أفردها. وأهم حاجة نركز على الحواف أو الأطراف. بس فردتها بالشكل هذا. الآن أرقها بيدي. صاج حامي ونار هادئة. أسوي للصاج مسحة بالشكل هذا وأبدأ أخبزها بكل سهولة. كل جنب يأخذ أقل من 10 ثواني وبعدين نقلبها على الجهة الثانية. أهم حاجة تكون النار هادئة والصاج ساخن. انتبهوا يكون معاكم عالي أو ساخن زيادة. هذه الثانية. وبعد الخبز على طول تغطوها بفوطة مطبخ نظيفة أو كيس نايلون. انتبهوا تخلوها مكشوفة حتى لحظات لأنه بتنشف عليكم وتيبس. وبرضه لما تغطوها فائدته تجلس 3 أيام 4 أيام رطبة وطرية وما تنشف أو تيبس نهائيا. وهذا هو جاهز. شوفوا لي ما شاء الله تبارك الله. وهذا هو الشكل النهائي. طبعا الكمية هذه كلها من كيلو طحين فقط. إن شاء الله أكون أفدتكم بقدر المستطاع، وفي أمان الله.